خليني هنا اسالك سؤال، بتعرف تنطق البراندات صح؟ ممكن ناس تيجي تقول لك البراندات مش مهمه واللغه اهم، خليك بس معايا للاخر. دي ان جي هي اختصار كلمتين، دولتشي ان جابانا. ممكن ناس تقول لك دولسا، دولسي، دولشي ودولس، ما علينا يعني، بس المهم انك تبقى عارف الصح ومخلي جواك. بولمبير، بولمبير ايه بولمبير دي؟ بول، طب البول مفهومه، ايه البير ده؟ لا بولمبير، بولمبير، بولمبير. البراند اللي قدامك ده طلع عليه اقاويل كتيره جدا واشاعات كتيره جدا، بس هو زي ما انت شايف كده هو ال سي واي كيكي عادي خالص زي ما هو. مش عايزك بقى تبقى جايب ساعه غاليه جدا زي رولكس وتقول عليها رولكس عادي كده، ولا برضو تبقى جايب حاجه من مون بلان وتقول عليها مونت بلانك. البراند اللي قدامك ده هو مش به لبس خالص، هو فيليبس. ولا البراند اللي قدامك ده دايو بالضاد، هو داي وو. وبرضو البراند اللي قدامك دي هي اسمها اساسا ايسر، ممكن تقول عليها ايسر لو انت رايح مول الكمبيوتر، المهم ما تقولهاش آثر. أنا عايزك بقى تتخيل معايا إن هما جم يسموا يعني فندق جديد كده، قال لك إحنا ما نختارش اسم صعب، إحنا نسميه انتر كونتيننتال، وده كمان إحنا اللي بننطقه كده، يعني إحنا مسهلينه على نفسنا، إنما هو نطقه الحقيقي انر كونتيننتال، انر كونتيننتال. شفت بقى الأجانب لما بيجوا يسموا بيسموا حاجات صيصة إزاي؟ إحنا بقى لما نيجي نسمي بنسمي إيه؟ توحيد والنور، باتا، زلط، أكتب أبو علاء، وش. إنما الأسماء الصيصة دي مش بتاعتنا. متنساش، أعرف الصح وخليه جواك.